تحصلت وزارة الفلاحة أمس على مجموعة من المساعدات بلغت قيمتها الجملية 15 مليون دينار، وتم هذا بمقتضى 3 اتفاقيات أمضتها الوزارة أمس مع جمعية قطر الخيرية بهدف إنجاز عدد من المشاريع في عديد الولايات. وهذا كله مكثف بصفة خاصة في الوسط والجنوب أساسا، لأنه هذه المناطق الأكثر حرمان والأكثر حاجة إلى التنمية، وبالتالي البعد أيضا الإنساني لتدخلات جمعية قطر الخيرية اللي هي تركز أكثر على المناطق المحرومة. وإحنا أيضا اهتمامنا الشديد والأولي هي بهذه المناطق حتى نساهم في تنميتها وفي حل إشكاليات التنمية وتحسين دخل المواطنين والفلاحين وتحسين ظروف العيش خاصة بالماء الصالح للشراب وبالمسالك الفلاحية. المشاريع المعلنة تتمثل أساسا في تأهيل 23 كيلومترا من المسالك الفلاحية في 4 ولايات بالجنوب، بالإضافة إلى حفر 100 بئر صالحة للشرب تعمل بالطاقة الشمسية، هذا مع تخصيص 5 ملايين دولار لدعم 500 هيكل مهني يعنى بالفلاحة والصيد البحري، وهي مشاريع تسعى لرفع التنمية في الجهات الأقل حظا. عملنا احنا اكيد في الفلاحه، حددنا 13 ولايه هي، ومن بعد قائمه التدخلات نتاعنا احنا كلها جات من وزاره الفلاحه. احنا ناخذ قائمه هذه، عندنا بعض البنود اللي لازمنا نراعيوها، ومن وراء هذايا ننتقلوا على المكان وعملنا وسط ميداني بدينا في المسالك الفلاحيه باش نشوفوا شنو هو الوضعيه نتاعهم، دراسه الجدوى نتاعهم، وضعيه العقار، بحكم انها فما بعض التمددات تنجم تكون على الاراضي المتساكنين يعني الجواري فيها، او مرور تنجم تكون فما حتى مرور من بعض الاراضي، لازم ناخذوا التراخيص نتاعهم الى ذلك وننتقلوا في العمل نتاعنا. هذا ويعد توقيع الاتفاقيات اعلانا رسميا لانطلاق العمل ببرامجها، اما تنفيذ المشاريع فسيكون مع بداية مارس القادم.